قضية قصاص. هذا حق شرعي، هذا حق شرعي لأهالي الشهداء قبل أن يكون حقا قانونيا. ولذلك احنا النهارده بنرفض هذه المنحة السيئة التي يعطيها رئيس الجمهورية لأهالي الشهداء، وبنعلن باسمكم جميعا رفض أهالي شهداء بورسعيد منحة السيد الرئيس، وأننا لسنا في حاجة ل40,000 جنيه التي يتحدث عنها السيد رئيس الجمهورية، وإنما سنظل نطالب ونطالب هو ووزير داخليته القاتل وكل من معه وكل من قتل شهيدا من أبناء بورسعيد، وسوف نواصل هذا النضال إلى أن تصلنا حقوقنا الشرعية. طلباتنا واضحة: أن يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه الاعتذار ثم يتقدم إلى بورسعيد وشهداء أبناء بورسعيد بالعزاء مصحوبا بقرارات جمهورية ووزارية تعامل هؤلاء الشهداء معاملة شهداء ومصابي وجرحى ثورة 25 يناير. هذا قبل أن يأتي، إن زيارته مرفوضة إلى بورسعيد قبل أن يلبي هذه المطالب. أشكركم والسلام